دخل الفيلا وهو ماسك عصايته وبيحسس بيها على الأرض عشان يشوف طريقه بيها. راجع شايل فوق كتافه خيبة أمل وكسرة ما تتوصفش، ووقف لما سمع صوت أخته رغد من وراه وكانت بتقول: الحمد لله على سلامتك يا إلياس. معلش يا حبيبي، ده نصيب، ونصيبك إنك تفضل كده. وكملت وهي بتاخد إيده من إيديها: بس ما تقلقش، أنا معاك ومش هسيبك أبدا، وهكون عينيك اللي تشوف بيها كل حاجة حواليك. ده انت أخويا وحبيبي وأغلى حاجة عندي في الدنيا. الحمد لله على كل حال. هي فين رغد؟ مش موجودة في الفيلا ولا ايه؟ خرجت، راحت تزور أهلها. حبكت النهاردة تروح لهم وأنا قايله لها إنك جاي. ما بتفهمش في الأصول، بس يلا هنقول ايه، ما هي راحت ولا جت بنت البواب والركة على الأصل. معلش، معذورة، عقدها معايا ما فيهوش بند اتباع الذوق والأصول. هي فعلا مجرد خدامة بعقد شرعي، بتاخد أجرها الشهري وتعمل اللي مكلفة بيه وبس. كنت فاكر إني هرجع من السفر مش محتاج لها وهقطع العقد اللي بيني وبينها واخلص بقى منها، لكن للأسف العملية فشلت، وزي ما رحت زي ما جيت. الظاهر إنها لسه ليها أكل عيش معايا. خلص كلامه ومشي من قدام رغد أخته وقلبه بيدق بطريقة غريبة، بيدق للإنسانة اللي عاش معاها 3 سنين وبقت أقرب حد ليه في الدنيا، مع إنه ما شافهاش ولا يعرف شكلها، واللي سافر مخصوص لآخر الدنيا يعمل العملية عشان يشوفها. والنهاردة حلمه هيتحقق. وصل السلم وبص حواليه لما شاف إن مفيش حد شايفه. قلع النضارة السوداء اللي لابسها ولم العصاية بتاعته وابتسم ابتسامة جانبية وهو بيطلع السلم. لأول مرة من 5 سنين مش خايف إنه يتكعبل ويقع. وصل للدور اللي فوق وكان هيدخل أوضته، بس غير رأيه وراح على أوضتها. فتح الباب ودخل وكله فضول إنه يشوف لها صورة تصبره، صورة لغاية هي ما ترجع. ما عندوش صبر، عايز يعرف هي أني شكل من الأشكال اللي رسمها في خياله، ويا ترى مين فيهم اللي يشبهها بجد. دور حواليه ملقاش لها صور. راح على دولابها وفتحه واتصدم وهو شايف الهدوم اللي فيه. كانت هدوم قليلة جدا، والمفروض إنه مليان هدوم من أفخم الماركات. فتح عينه على وسعها وهو بيدقق في الهدوم كويس وقال لنفسه: غريبة، دي كلها هدوم واضح إنها قديمة جدا. أمال فين الهدوم الماركات اللي بتشتريها لها كل شوية؟ طب إزاي لما كانت تقعد معايا قدام الناس كان الكل يمدح في لبسها وشياكتها، وإنه قد إيه لايق عليها وعلى شخصيتها، والرجالة أكتر من الستات؟ الموضوع فيه سر ولازم أكشفه. قام وقفل الدولاب وراح على أوضته وطلع تليفونه واتصل عليها. وأول ما سمع صوتها قال لها بنبرة الأمر اللي متعود يكلمها بيها دايما: أنا رجعت من السفر وقاعد في الفيلا ودقايق وتكوني هنا. الحمد لله على السلامة. معلش أنا اضطريت أروح لبابا عشان تعب فجأة. إيه أخبار العملية؟ طمني، نجحت؟ لا. قال كده وقفل السكة في وشها، وبعدها قام وراح وقف في البلكونة. أخد نفس عميق وطلعه واحدة واحدة وهو باصص للجنينة والأشجار اللي فيها، للمكان اللي عاش فيه طفولته كلها، وكان كل شبر فيه وحشه وما كانش مصدق إنه هيرجع يشوفه مرة تانية. ما عداش وقت كبير ودخلت من باب الفيلا بنت لبسها غريب جدا، غريب على عيون إلياس ومش متعود عليه. حاجة أشبه بخيمة، كومة قماش مش مبينة أي تفصيلة من اللي لابساه. فكر إنها واحدة جاية الفيلا لأي سبب، وفضل مستني صبا مراته إنها تيجي، لكن اتفاجئ بصوت صبا وراه: أنا جيت، الحمد لله على سلامتك، وقدر الله ما شاء فعل. بالنسبة يعني للعملية. لف بهدوء ودقات قلبه زي الطبل عشان يشوف اللي بقاله سنين بيتمنى إنه يشوفه، يشوف ملامحها. وأول ما شافها اتصدم، لقاها نفس البنت اللي لسه داخلة الفيلا من شوية. دقق في وشها وشاف ملامحها، كانت بريئة بشكل مخلي جمالها ليه سحر خاص،
واكتشف إنه ما قربش بخياله حتى من ملامحها الحقيقية مهما كان بيتخيلها. طال سكوته، وصبا حست إن في حاجة مش طبيعية. انت محتاج مني حاجة اعملها لك دلوقتي؟ أصحابي جايين لي كمان شوية، فضلي البسي حاجة عليها القيمة زي ما نفهمك عشان تنزلي معايا نقابلهم. هتقابلهم وانت لسه راجع من السفر؟ عموما حاضر، دقايق وهكون جاهزة. خرجت وغابت دقايق فعلا، ورجعت له تاني وهي لابسة نفس اللبس بس بلون تاني. وقف ساكت شوية وبعدها لبس نضارته وهي مسكت ايده زي ما بتعودها، ونزلت معاه في الفيلا تحت، واستنوا أصحابه مدحت ونديم وستاتهم اللي فعلا جايين يطمنوا على إلياس بعد العملية. وأول ما وصلوا وسوف فشل العملية، وقعدوا مع بعض كالعادة تغزلوا في شياكة صبا. ولاحظ إلياس المقارنات المستمرة في عيون مدحت ونديم ما بين لبس صبا ولبس ستاتهم القصير العريان، وإن مدحهم في لبسها غيرة وأمنية واضحة زي الشمس إن نفسهم ستاتهم يكونوا لابسين زيها. مشيوا أصحابه وساعدته صبا عشان يطلع أوضته، وقبل ما تخرج وقفها صوته وهو بيقول: استني، انتي لابسة ايه؟ ممكن توصفي لي لبسك؟ لابسة فستان لونه أحمر وشيك جدا وماركة معروفة، ما تقلقش، وأظن أصحابك شكروا في لبسي وذوقي قدامك، يعني مشرفاك ما تقلقش. طب ناديلي رغد وتعالي معايا. حاضر. بعد ثواني دخلت رغد ومعها صبا، فقال لهم إلياس: رغد، خدي من الخزنة بتاعتي فلوس وانزلي اشتري لصبا هدوم جديدة، من زمان ما جددتش، وانت عارفة انها لازم تظهر بصورة كويسة باستمرار قدام أصحابي. من عيوني، حاضر، هاخد مفتاح الخزنة واطلب لها اونلاين أجمد حاجة، وما تقلقش انت عارف ذوقي. اداها إلياس المفتاح وراقبها وهي بتاخد مبلغ، وقالت له إنها أخدت مبلغ أقل من اللي خدته. قفلت الخزنة وقالت لصبا: تعالي معايا يا صبا، تعالي في أوضتي، هنختار سوا الموديلات اللي هطلبها لك. وصلوا الأوضة وفتحت رغد دولابها، فقالت لها صبا: ما تطلعيش حاجة، أنا مش عايزة هدوم، وأصلا هدومك اللي بتديهاني مش بلبسها، أنا ستايل لبسي مش بغيره، وانتي طولي أصلا تلبسي هدومي يا بتاع انتي، دول كلهم ماركات وحاجات غالية جدا، حاجات ما تحلميش انك تلبسيها، بس مدام وش فقر يبقوا خسارة فيكي، وفرتي، وأكيد مش محتاجة أوصيكي إن اللي بيني وبينك ما يتنقلش الإلياس بأي شكل، ولو سألك عن الهدوم قوليله إن جبتلك حاجات كتيرة وجميلة جدا، وإلا انت عارفة أنا في لحظة ممكن ألبسك مصيبة ما تعرفيش تخرجي منها، وإلياس هيصدق، أكيد هيصدق، ما هو مش شايف حاجة، وأبسط حاجة هيلغي الاتفاق اللي بينه وبينك ويطلقك، وابقي شوفي بقى هتصرفي على دراستك وأبوكي العيان واخواتك منين، ده انتي لولا ال10,000 اللي بتاخديهم منه كل شهر تاكلك الكلاب انتي وهما، فخليكي حلوة كده واسمعي الكلام أحسنلك وأفيدلك، ويلا انزلي على المطبخ شوفي هتعشينا ايه، وبعدها نضفيلي أوضتي، وبس ينام إلياس تنزلي تلمعي كل النجف والأنتيكات اللي في الفيلا. حاضر، أوامرك، تحبي أنضف لك حاجة تاني؟ أما إلياس اللي كان واقف على الباب وسمع كلام أخته كله همس لنفسه بصدمة وقال: ايه اللي أنا سمعته وشفته ده؟ معقول رغد أختي بتعمل كده؟ بتستعماني وتغشني وتسرقني، وفوق دول ودول بتاخد مني كل أول شهر 20,000 مرتب صبا وتديها نصهم بس، ومفهماني البنت عايشة في الفيلا حياة الرفاهية وهي معيشها خدامة، ده غير خدمتها ليا. رجع على أوضته ودماغه هتنفجر، كان بيلوم نفسه على اللي حصل في البنت المسكينة دي في بيته وهو على عماها، وافتكر أول ما جت الفيلا عن طريق الإعلان اللي نزله من 3 سنين، كان طالب فيه حد يعتني بشخص أعمى عناية كاملة. عرفي عن نفسك، اسمك وسنك ومؤهلاتك. صبا محمد عبد المجيد، عندي 19 سنة، مخلصة ثانوية. 19 سنة وجاي تشتغل الشغلانة دي؟ وبعدين ما كملتيش تعليمك ليه؟ ما كملتش تعليمي عشان ما فيش فلوس، وبابا تعب وما بقاش يصرف على البيت ولا على اخواتي،
وتعليمهم وتعليمي يعني. وريدي انك تشتغلي مع راجل وتكوني مقيمة معاه ليل ونهار؟ ما هو قال لأمي كده، وهي قالت له إنك يعني أعمى وما فيش مني خطر، مش كده؟ أمك عندها حق على فكرة، بس أنا طلباتي كتير يا شاطرة ومتعبة وعصبي وصوتي عالي، هتستحمليني؟ هعمل لحضرتك كل اللي تطلبه، أنا بعرف أعمل كل حاجة، وهستحمل صوتك العالي، مش مشكلة. سكت إلياس شوية وبعدها نادى على رغد أخته وقال لها: رغد، يا رغد، تعالي خدي منها كل التفاصيل عنها وصورة بطاقتها وفهميها هتعمل ايه، والمرتب هحدده بعد ما اشوف شغلها. رغد أخدتها أوضتها تاخد بياناتها، بس ما يعرفش إنها أخدتها تجندها لصالحها، وقالت لها: بصي يا سميكيه، انتي هتشتغلي عند أخويا، بس الكلمة هتكون كلمتي أنا، تعملي اللي أنا أقولك عليه، وأي حاجة يطلبها منك إلياس تاخدي رأيي فيها الأول، أي فلوس يديهالك أعرف بيها، انتي هتكوني مسؤولة عنه بشكل تام، أكله شربه نظافته هدومه، هتكوني زي الدادة اللي بتعامل طفل صغير بالظبط، وغير كده شغل الفيلا هيكون مسؤوليتك انتي برضو. حاضر، هعمل كل حاجة تقوليلي عليها. ومن يومها صبا بقت مسؤولة عن إلياس وبتتعامل معاه كأنها أمه. أما إلياس ففي البداية ما كانش مرتاح من قربها الزيادة منه، لمستها لجسمه، ريحتها اللي تشبه ريحة الورد ودايما في مناخيره، أنفاسها الدافية وهي بتشب وتقرب منه عشان تلبسه، ولما بتأكله بإيديها وكل شوية صوابعها تمسح من على وشه بواقي الأكل، ولما تحلق له دقنه وهو شاب وعمره ما قرب من البنت القرب ده، ومع الوقت حب قربها، حب وجودها، كانت بتهون عليه اللي هو فيه وتعلمه ازاي يتأقلم، وكلامها كان دايما بيلمسه. على فكرة اللي فقد بصره ما فقدش الحياة، هو بس اتحرم من نعمة واحدة، بس في غيرها 1000 نعمة ونعمة يعيش بيها وليها، على الأقل انت أحسن من غيرك، شفت الدنيا والناس والألوان، في غيرك اتولد أعمى ما يعرفش حتى شكل الحياة عاملة ازاي، بس عايش وراضي ومكمل حياته، انت بس محتاج تتعود على الوضع الجديد وتعرف تعتمد على نفسك، وساعتها هتشوف الموضوع هين وما يستحقش الاكتئاب والعزلة اللي عايش فيهم دول. كان يحس ان كلامها اكبر من سنها، وفعلا كانت بتهون عليه وخلته يرضى بنصيبه وبقدره، بس وهي بتعلمه ازاي يعيش علقته بيها من غير ما تقصد، وغصب عنه بقى قربها منه بيتعبه وبيضعفه، ومع ذلك ما قدرش يبعد عنها، وعشان كده فكر انه يصارحها بحبه، لكنه خاف انها تكسفه، خاف من الرفض، فحب يجيبها لها بطريقة تانية، ممكن الطريقة دي تخلي في فرصة انها تقبل انها تتجوزه. صبا اسمعيني، هقترح عليكي حاجة، بس عايزك تفتكري ان ده مجرد اقتراح، مش شيء يعني انت ملزمة تقبليه، ولو رفضتيه كل حاجة تفضل زي ما هي ما تتغيرش. ايه هو الاقتراح ده؟ نتجوز، مجرد اننا نكتب كتابنا، جواز من غير اي التزامات منك ناحيتي، الهدف الاساسي منه ان وجودك معايا لوحدنا ما يبقاش حرام، لمستك ليا او لمستي ليكي وانت بتلبسيني وتأكليني، او انا مسنودة عليكي وماسكة ايدي وبتساعديني امشي، كل ده احنا بناخد عليه ذنوب على فكرة. ها؟ عارف ان الموضوع هيكون صعب عليكي، بس انا عايزك تفكري فيه على انه شغل، عقد مكتوب بيني وبينك، وهتاخدي عليه اجر زيادة، وهيكون ليكي وضع اجتماعي قدام الناس غير انك المساعدة بتاعتي، وزي ما قلتلك هيكون جوازنا على الورق وبس، ووضع مؤقت لغاية ما اقدر اعتمد على نفسي اعتماد كلي واعرف اعيش من غير مساعدة. يعني لو في حد في حياتك اطمني وطمنيه فترة وهترجعي له، وكمان لما يتم الانفصال هديكي مبلغ محترم تبدأي بيه حياتك. بصي، خدي وقتك وفكري كويس، وصدقيني رفضك مش هيغير حاجة في وضعنا، وهتفضلي زي ما انتي. قامت صبا وخرجت من اوضته وقابلتها رغد، ولما لقيتها مش على بعضها سألتها عن سبب حالتها، فحكت لها صبا على عرض إلياس. طب وفيها ايه؟ هو أخد رأيي في الفكرة وأنا أيدته،
ولو خايفة منه ما تقلقيش، جوازكم مش هيكون حقيقي. عارفة ليه؟ عشان إلياس بيحب، وحبيبته سافرت تدرس برا، وكلها 2 ولا 3 ورجعاله، وهيتجوزوا. هو عايزك في حياته لغاية ما هي ترجع وبس، وعشان حرمانية الخلوة برضه. بس اوعي يا صابة في يوم من الأيام تضعفي وتسلمي له نفسك، أو حتى تحبيه، عشان قلب إلياس مش ملكه، وانت اللي هتخسري في النهاية. حاولي على قد ما تقدري إن جوازكم يفضل على الورق وبس للنهاية، وخليكي ناشفة معاه، ما تديهوش ريق حلو عشان ما يضعفش في لحظة ويضيعك. رجعت صبا البيت وعرضت الموضوع على أمها وأبوها، وقدام العوزة وضيق الحال وافقوا على طول. وتاني يوم صبا راحت على الفيلا، وأول ما شافت إلياس قالت له: أنا موافقة على عرضك، موافقة أتجوزك مادام الوضع مؤقت يعني، وجوازنا هيفضل على ورق وبس. أخدت رأي أهلي ووافقوا هما كمان، عشان الزيادة في المرتب والمبلغ اللي هاخده في آخر الجوازة. تمام، اتفقنا. بكرة هاخد المأذون و2 شهود ونروح لكم بيتكم ونكتب الكتاب. وفعلا تاني يوم كتبوا الكتاب، ورجع إلياس بصبا وهي مراته. كان حاسس إنها بقت هي الحياة بالنسبة له، النور اللي اتاخد من عينه ورجع له من خلالها. كان عايز يساعدها بأي طريقة، فقرر قراره وبلغها بيه تاني يوم. صبا، انت هتكملي تعليمك وانا هتكفل بمصاريفك. أيوة بس ما بسش، ده قرار مش اختيار. اتفضلي من بكرة شوفي الكلية اللي مجموعك يدخلها لك، ومن أول السنة نسقي عليها، وما تقلقيش من المصاريف. سمعت صبا كلامه وقدمت على كلية، وبدأت ترجع لحلمها القديم. وهو كان مبسوط للفرحة اللي لمسها في نبرة صوتها، وابتدى يدي فلوس لرغد أخته عشان تجيب لها هدوم وكل حاجة تحتاجها للكلية. بس مع الوقت حس إن تصرفات صبا متغيرة معاه، كلامها بقى رسمي وناشف، واهتمامها بيه بقى بارد مفيهوش روح، وبدأت تتحول العلاقة ما بينهم لرسميات. وده كان هيجنن إلياس. ولما لجأ لرغد أخته يسألها عن السبب صدمته وقالت له: أصل بصراحة صبا بتحب واحد وهو بيحبها، وكانوا متفقين على الجواز بعد ما يكون نفسه، ووافق على جوازها منك لما قالت له على الفلوس اللي هتديها لها في الآخر، وإنهم هيقدروا يتجوزوا بيهم، فوافق على الجواز، وخصوصا إنك أعمى ومش هتشوفها ولا هتقرب منها، يعني جواز صبا منك مصلحة وبس. وماله، ما هي دي الحقيقة. عموما أنا جوازي منها كان هدفه الأول إنها لما تقرب مني ما تقسمش عليه ولا ناخد ذنب. عموما نبقى يزودي لها مرتبها 5000 تانيين، يعني بدل ما هم 15 خليهم 20. دي مهما كانت مرات إلياس حتى لو على ورق. ولما حس بيها قدامه ما كانش مستحمل وجودها، حتى وهي بتتكلم معاه مش قادر يسمعها. أنا خلصت شغلي ورايحة أشوف أهلي، محتاج مني حاجة تانية قبل ما أمشي؟ لا روحي، مش محتاج منك أي حاجة أصلا. مشي وهي وقفت تبص عليه باستغراب، وسألت رغد وقالت لها: هو ماله، حد زعله في حاجة؟ معلش، أصل حبيبته لسه مكلماه وقايلاله إنها تعبانة شوية، فهتلاقيه خايف عليها ومتوتر. المهم روحي انتي مشوارك عشان ترجعي بسرعة البيت، عشان في شغل كتير قوي عايز يتعمل. مشيت صبا من الفيلا وهي مخنوقة وجواها إحساس بالغيرة، إحساس مهما حاولت تكتمه أو تكبته واضح زي الشمس، وبيثبت لها إنها فعلا حبت إلياس، حتى وهي عارفة إنه حلم مستحيل ولا يمكن هيتحقق. ومن يومها ومعاملة إلياس معاها اتغيرت، وبقى قاسي من غير مبرر، كلامه معاها مختصر وردود أفعاله قاسية، وهي مش فاهمة إيه اللي غيره من ناحيتها. بس كانت بتصبر نفسها بإنها ملهاش حق إنها تسأله عن السبب، أو بمعنى أصح السبب واضح من غير سؤال، واكتفت بكونها موظفة عنده، موظفة بعقد شرعي، مع إنها بتاخد في المقابل أقل من حقها. بس في النهاية الفلوس اللي بتاخدها فاتحة بيتهم، وهي عايشة في مكان نظيف ومش متبهدلة، وكمان بتكمل تعليمها، وده في حد ذاته جميل لإلياس، جميل عمرها ما هتنكره أبدا. فإلياس من شروده على صوت صباح:
خلاص أنا ورغد اخترنا الهدوم اللي هتطلبها لي، ودلوقتي نازلة أحضر العشاء. تحب حاجة معينة أعملها لك؟ لا ما تعمليش حاجة معينة، الموجود هاتيه هاكله. نزلت ورجعت له بصينية الأكل وبدأ ياكل، وبدون مقدمات سألها وقال لها: حبيبك عامل ايه؟ ما قلتليش عمل حاجة في مستقبلكم ولا لسه مستني الفلوس اللي هتاخديها مني عشان تتجوزوا بيها؟ أظن في 3 سنين على الأقل يكون جاهز شقته. حبيبي مين؟ أنا مليش حبيب. أنت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده انت قايلاه الرغد يوم ما وافقتي على جوازك مني، انك هتوافقي عشان تقدري تتجوزي حبيبك بالمبلغ اللي هتاخديه مني. لا بقى، لحد هنا وكفاية. رغد دي أكبر واحدة كدابة في الدنيا. أنا لا ليا حبيب ولا عمر كان ليا حبيب قبل ما أدخل بيتك. أختك عبارة عن كدبة ماشية على الأرض، لا بتجيب لي بالفلوس اللي بتديها لها حاجة ولا مرتبي بتدهوني كله، والفلوس اللي بتدهاني مشغلاني بيها مرمطونة في الفيلا. بس أنا ما كانش يهمني، وكنت بعمل كل حاجة بمحبة من قلبي. ما كانش هاممني الفلوس قد ما أنا مهتمة إن أفضل جنبك، أحميك من نفسك ومنها. معرفش إزاي، بس ببقى مطمنة عليك طول ما أنا جنبك، وواخدة عهد على نفسي إني مش هسيبك غير لما هي ترجع لك وأسلمك ليها في إيديها وأوصيها عليك. أنا من يوم ما اتجوزتك وأنا الفلوس آخر همي يا إلياس. صحيح محتاجاها، بس بقت عندي حاجات أهم من كنوز الدنيا. ودلوقتي أنا هروح للست رغد أجيبها وأواجهها قدامك بكل كدبها. هي مفكرة إني خايفة من تهديداتها ليا، وعشان كده ساكتة عن عمايلها. ما تعرفش إني ساكتة عشان ما شايلكش هم فوق همك، واصدمك في أختك وضيع ثقتك في أقرب الناس حواليك وتتعب، وأنا مش عايزاك تتعب. ابتسم إلياس وهو شايف صبا لأول مرة بالشجاعة دي، وقلبه رقص وهو بياخد من لسانها اعتراف ورا التاني. اعتراف بحبه ليها، واعتراف بإنها قاعدة معاه عشانه هو مش عشان الفلوس، وأهم حاجة اعترافها بإن مفيش حد في حياتها. بس لحظة، مين هي اللي مستنياها ترجع وتسلمه ليها دي؟ أنا رايحة لرغد هانم لما أشوف آخرتها معها إيه. استني هنا، هي مين اللي بتتكلمي عليها ومستنيها ترجع؟ حبيبتك يا إلياس اللي بتكمل تعليمها بره. رغد كمان هي اللي قالالك كده صح؟ أيوة هي. طيب بما إن كل كلام رغد طلع غلط وكذب، ده ما لفتش نظرك لحاجة؟ يعني رغد كدبت عليا في دي كمان؟ مفيش حبيبة بتكمل تعليمها بره؟ لا هو في حبيبة، بس بتكمل تعليمها جوه. قال جملته ووقف وقرب منها وبص في عيونها. صبا، انتي طلعتي حلوة قوي يا صبا، وغبية قوي كمان. معقولة كل ده معايا وانتي اللي ماسكة تليفوني وبتردي بدالي على أي حد وملازماني ليل نهار، وما لفتش نظرك إني مش بكلم حد؟ طب أنا كنت أعمى وصدقت رغد بحكم إني مش شايف. طب وانتي؟ صبا ما كانتش مركزة مع أي كلمة قالها. من أول ما قال لها انت طلعتي حلوة قوي، وبعد سكوت دم لدقايق برقت عينيها واتكلمت بهستيريا وقالت: انت شايف؟ انت شايف؟ انت فتحت؟ يعني العملية نجحت؟ انت بتشوف يا إلياس؟ أيوة بشوف. فتحت يا صبا، وشفت كل حاجة على حقيقتها، وشفت الناس كمان على حقيقتها، ورغد أختي هتعرف شغلي معاها وحاسبها على كل عمايلها دي. تعرفها غلطها بس تسامحها، تديها فرصة انها تعترف بغلطها في حقك وتكفر عنه. رغد مهما كانت بنت، والبنات ضعاف، ولو غلطوا وحد وجههم للصح بس بطريقة مناسبة ما بيرجعوش للغلط مرة تانية. انت ازاي جميلة قوي كده؟ ازاي متسامحة كده؟ وازاي جواكي كل الصبر ده؟ صبا انا بحبك وعايزة اتجوزك، عايزة اتجوزك المرة دي بحق وحقيقي، وانا مفتح ومش حاسس اني هظلمك معايا، وانا شايفك احسن واحدة في الدنيا باخلاقك وسماحة قلبك، وبحسد نفسي عليكي. ها، تقبلي تتجوزيني؟ افكر، ولو وافقت في شروط. شروطك كلها مجابة من قبل ما اسمعها. تطلب ايدي تاني من بابا، وهناخد وقت نفكر ونرد عليك، وبعد ما نرد تعملي خطوبة. مش عايزة شبكة، بس عايزة هيصة وفرح، واقعد في بيت اهلي لغاية ما نحدد ميعاد الفرح، تجيب لي فستان واتزف وابقى عروسة بجد.
أحلى عروسة وأحلى خطوبة وأجمل فستان وأجمد فرح ما اتعملش البنت قبل كده. وفعلا ده اللي حصل بالترتيب. ويوم الفرح كان واقف إلياس وراها ببوكيه الورد، وأول ما لفت وشافها حس إن قلبه هيقف من كتر ما بيدق بعنف، بيدق من الفرحة. قرب منها وخدها من إيديها وراح بيها على أكبر قاعة، وكان مجهز لها فرح ما كانتش تحلم بيه، وأخدها البيت المرة دي وهي عروسته بحق وحقيقي. أما رغد فكانت طول الوقت معاهم بس واقفة بعيد، حاسة إنها خسرت مكانها الطبيعي جنب أخوها، خسرته بطمعها وأنانيتها، ملهاش عين تقرب منه ولا تظهرله محبتها وندمها. اختارت السكوت والبعد. بس ده ما طولش كتير، عشان إلياس جاب لها اللي خرجها عن سكوتها وغير حياتها بالكامل. أهل صبا اللي نقلهم كلهم للفيلا يعيشوا معاه، وبقى عنده عيلة كبيرة فرحان إنه مسؤول عنهم، وخلى رغد تشوف أسلوب تربية جديد عليها، أسلوب في حزم وفي صح وغلط وعيب وما يصحش، وغصب عنها بقت تتعلم منهم وتتغير عشان تكون زيهم وشبههم، لأنها اكتشفت إنهم جمال جدا، مش جمال شكل إنما جمال طبع وأخلاق. وعاش الشاطر إلياس مع ست الحسن صبا، عاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، واتجوزت الجميلة الأعمى اللي شاف الحياة معاها وعلى إيديها بشكل جديد.